وكل يوم كان حماية يطلع وانا اللي اعمله مساج لظهره. هو بصراحة ما بينامش مع حماتي، واخدني ودخلته الأوضة وقعدت بصراحة اتلقلق في الكلام، زي ما يكون الراجل حس بيا ان انا محتاجة جوزي. ولقيته فجأة: ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير، ويا رب قصة النهاردة تعجبكم. قصة النهاردة صاحبتها بتحكي وبتقول: أنا اسمي رحاب، عندي 28 سنة، متجوزة وعندي ولد، وعايشة في بيت العيلة. طبعا عايشة مع حماية وحماتي. أنا عايشة أنا وجوزي، كنا مبسوطين ومرتاحين، بس بصراحة الظروف المادية كانت على قد الحال قوي. وعندي ولد، وكل ما الواد بيكبر المصاريف عمالة تكتر وأكتر من الأول. اتجوزت جوزي محمود ده عن حب، كان جارنا في نفس الشارع اللي أنا كنت عايشة فيه. اتقدم لي واتجوزنا وعشت مع أهله في نفس البيت. طبعا أنا بعت دهبي، وجوزي اشترى توك توك لأنه خلاص مش قادرين على المصاريف، وبقى يروح شغله بالنهار ويجي العصر يركب التوك توك، بس برضه مش ملاحقة على المصاريف ولا ملاحقة على علاج أمه. وفيه واحد زميل جوزي، الشخص ده كان مسافر بره، كلم جوزي وقال له: انا هظبط لك عقد وتيجي هنا سنتين، وقال له: اها حاجة يعني تأمن لك مستقبلك. فجه جوزي يشاورني، قلت له: لا، ما تسافرش، انا ما اقدرش استغنى عنك، انت عارف ان انت لو غبت عني شوية بتعب وما بقدرش اتحمل. قال لي: معلش، لازم نتحمل ونيجي على نفسنا شوية، لان انت عارفة الظروف، وكمان امي وعلاجها بيزيدوا والمصاريف عمالة تزيد اكتر من الاول، وانا هنا مش قادر اتحمل ولا قادر ألاحق على طول النهار في الشغل، وكمان ما برتاحش، وبكمل بالليل كمان في الشغل واركب التوك توك، وبخش البيت الساعة 12 بالليل، وبخش انام على طول وما بقعدش معاكي ولا باخد راحتي. قلت له: ماشي، بس انت هتسافر وتسيبني؟ المسؤولية كده هتبقى زايدة عليا قوي، ابوك وامك من ناحية وابني كمان من ناحية. قال لي: معلش، انا لازم اسافر. وراح بايع التوك توك بتاعه ولم مني قرشين، حتى بعت الدهب اللي عندي، كان عندي سويرة ودبلة بعتهم، واستلف قرشين من هنا وهناك، وسافر وراح يشتغل مع صاحبه بره في شركة. والحمد لله الحال بقى ماشي وبقينا كويسين وعايشين مستورين، وجوزي بدأ يبعت لي فلوس كل شهر. حماية ده راجل كبير في السن بس جامد شوية، ولقيته طلب مني في يوم ان انا اعمل وعليكم له مساج، علشان ورحمة يعني بيقول الله انا ظهري تعبان يعني وبركاته. وقافش كده وشكلي اخد برد. وبعد كده تعالي يا مرات ابني اعملي مساج هيستسلم لظهري. قلت له: حاضر يا يعملهم حماية. رقم ما انا طبعا العضوية معتبراه في زي ابويا الهيئة. وراجل كمان كبير في السن. هو بصراحة ما بينامش مع حماتي في الأوضة، يعني هو في أوضة وهي في أوضة زي ما قلت لكم، لأنها يعني ست كبيرة وليا كبيرة مش بتقدر تتحمل، وعلشان كده هو ما بيقرب لهاش ولا حتى بينهم وبين بعض أي حاجة، يدوبك على قد الكلام وبس. انما هو ما بيتعاملش معاها، يعني لان زي ما قلت لكم هي تعبانه خالص ومش بتقدر تتحمل الحاجات دي. وفي يوم يعني من الايام حماية لقيته دخل وقال لي: انا عايزك تساعديني يا بنتي، اعملي لي مساج لظهري. فدخلت الاوضه وهو دخل على السرير وضغط بالملايه، وانا قعدت طبعا اضغط له في ظهره واعمل له مساج لظهره. وفي اليوم ده لقيت حماية كده عمال يتراش، مش قادره اوصف لكم يعني الاحساس اللي انا حسيته. قلت معقول حماية يعني عمل كده مجرد بس ان انا عملت له شويه مساج وكده؟ يعني بعد شويه كده لقيته ان جسمه كده هبط وقال لي: خلاص يا بنتي كده كفاية، ده انا ارتحت. طبعا انا اتفاجئت من كلمة انا ارتحت يا بنتي، وقام بقى اتعدل. وقلت له: خلاص انت عايز مني حاجة تانية يا حماية؟ انا خلاص انا طالعة شقتي. كان في الوقت ده بالليل. قال لي: لا لا، انا مش عايز حاجة، اطلعي انتي خدي راحتك في شقتك، يعني انتي تعبتي طول النهار. قلت له: خلاص ماشي. طبعا اخدت ابني وطلعت شقتي ونمت. من كتر التعب كده نمت حوالي ساعتين او 3. بعد الساعتين أو 3 كده لقيت باب شقتي فجأة عليه تخبيط كتير. أنا طبعا كنت تعبانة يعني، فكنت مسطولة مش قادرة أقوم. لقيت باب شقتي كده بيتفتح كده منه لوحده. طبعا أنا اتخضيت، قلت معقول في حد هيدخل هنا ولا أنا بتهيألي؟ وقمت اتخضيت جري على باب الشقة، لقيت حماية هو اللي داخل وبيقولي: انت مالك كده مخضوضة؟ قلت له: في ايه يا حماية، جاي لي في الوقت ده؟ هو في حاجة ولا ايه؟ قول لي، هي حماتي مالها؟ حماتي تعبت ولا حاجة؟ انزل اعمل لها حاجة بسرعة تاكلها او تشربها؟ طمني. قال لي: لا يا بنتي، خلاص ما تتغضيش قوي كده، ده انا بس جاية اطمن عليكي انتي والولد.
رحت رديت عليه وقلت له تطمن عليا ازاي في الوقت ده الساعة 2 يا حاج، ازاي كده تخش وبعدين خشيت كده بطريقة غريبة مش تخبط، وبعدين انت فتحت ازاي؟ قال لي لا، ما انا كان معايا نسخة من ايام فرحك والنسخة دي معنا تحت، علشان يعني لو ابني نسي المفتاح في الشقة يبقى معانا وكده، يبقى معانا ستيب. قلت له اه خلاص يا حماية، بدل كله تمام فانا تمام وابني تمام. قال لي بس انا حسيت ان انتي تعبانه قوي. قلت له يعني ايه تعبان؟ قال لي يعني كمان جوزك بعيد عنك وكده، حسيت ان انتي تعبانه يعني محتاجه حاجات كتير. قلت له لا لا لا، انا مش كويسه، انا مش تعبانه، انا كويسه خالص. قال لي طيب تعالي بس اما اقول لك حاجه. ولقيته دخلني كده اوضه. قلت له في ايه يا حماية؟ لقيته بيمشي ايدي وانا مش عارفه ايه اللي بيحصل يعني ولا ايه اللي بيحصل. ولقيته بيقول انا حاسس بيكي، وكمان كنت حاسس بيكي وانتي بتعملي لي المساج، ويعني اكمنه يعني مش معاكي وكده. قلت له لا لا لا، انا ما حصلش مني حاجه، لا 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 يا حماية ما تقولش كده، مفيش حاجه من الحاجات دي. وقعدت بصراحه ألقلق في الكلام، بس زي ما يكون الراجل حس بيا او حس ان جوايا حاجه او حاسس بشويه مشاعر مكبوته ان انا محتاجه يعني وكده. لقيته فجأة شدني وحصل اللي حصل، بس طبعا انا ما قدرتش اقاوم. زي ما قلت لكم ان هو جامد وبصحته وكمان كبير في السن، هو كبير في السن بس جامد وبصحته. قال لي بقول لك ايه، احنا ستر وغطا على بعض، وانتي مرات ابني وانتي يعني محرومه وانا كمان محروم، وانتي عارفه ان حماتك تعبانه اغلب الوقت ومفيش حاجه بتحصل بينا وبينها. وانا في الوقت ده زي ما قلت لكم كنت قايمه من النوم، ما قدرتش حتى اغير هدومي من اللبخه والخض اللي انا كنت فيها. طبعا بعد ما حصل اللي حصل كلمت جوزي وجيت اتصل على جوزي واحكي له وافضفض له. لقيت جوزي بيحاول يقلل كده معايا في الكلام ويقول لي انا ورايا شغل، انتي واحده فاضيه روحي نامي. ولقيته رد وحش عليا. قفلت معاه وانا قاعده زعلانه ومن جوايا كنت مكسوره الخاطر. بس من ناحيه تانية قعدت افكر في اللي بيحصل بيني وبين حماية، وكل يوم كان حماية يطلع ويحصل نفس النظام. وللأسف هو أخد عليا بطريقة مش طبيعية، وكل ما أكلم جوزي يكلمني كان بيتكلم معايا بطريقة مش كويسة، وكان بيكلمني في كلام عادي، يعني اللي هو انت عاملة ايه والولد عامل ايه وابويا وامي كويسين، عايزين فلوس. وانا بصراحة عمره ما قال لي كلمة، اي كلمة حلوة حتى تخليني ان انا اكلمه، لا كان، او حتى يبالي ريقي باي كلمة، لا كان دايما بيتجاهل الكلام. وكان بيقول لي انا مش فاضي وورايا شغل، وكان بيحاول يقفل معايا الموضوع ويقول انا ورايا شغل وانت واحده فاضيه ويهرب من الكلام ويقفل معايا. للاسف بقى بعد فتره كده قصيره اكتشفت ان انا حامل. طبعا كانت المصيبه والكارثه. ولما قلت لحماية لقيته كده بيزعق لي وبيقول لي اه ما انتي ما انتيش صغيره، انتي كان لازم تعملي حسابك. قلت له يعني ايه؟ يعني ايه انا مش صغيره؟ يعني ايه اعمل حسابي؟ طب اتصرف ازاي دلوقتي؟ لازم تقولي اتصرف ازاي. قال لي احنا لازم ننزله. قلت له ماشي يلا، انا معرفش حد ولا اعرف دكاترة، انت وديني عند اي حد. وفعلا في اليوم ده لقيته واخدني عنده دكتور يعني شمال والعيادة كمان شمال. ولما رحت اداني بنج بنجوني، وفي الوقت ده حصل لي نزيف. وكمان علشان النزيف اللي حصل ده شالولي الرحم لاني كنت هموت من النزيف اللي حصل لي. لكن الدكتور يعني لما شالني يعني معنى كده ان انا مش هخلف تاني. طبعا هما شالوه وانا معرفش الكلام ده كله. ولما فقت من البنج وحسيت ان انا تعبانه جدا لقيتهم بيقولولي كل اللي حصل معايا واللي حصل معاكي كذا كذا. روحت في اليوم ده بيتي طبعا وشقتي وانا قرفانه من الدنيا كلها، وعقاب ربنا ليا ان انا ما اخلفش تاني. وسبحان الله ما كنتش اتوقع اللي بيحصل لي ده، بس انا مش عارفة كل ده حصل لي ازاي، ولا حتى عارفة اخرج من المشكلة اللي انا فيها دي، ولا عارفة حتى اواجه جوزي ازاي بكل اللي حصل ده. مش عارفة اقول لجوزي ايه السبب اللي خلاهم يشيلوا الرحم. انا دلوقتي في ورطة وعارفة ان ربنا كان بيعاقبني بأسوأ عقاب، بس مش عارفة اعمل ايه واتصرف ازاي. يا ريت تساعدوني وتقولوا لي اعمل ايه في المشكلة اللي انا واقعة فيها دي. مستنية كل آرائكم وتعليقاتكم، بس يا ريت وانتوا بتكتبوا لي التعليقات تحلوا لي مشكلتي بدون تجريح.